تعالوا بقى لما اقول لكم ازاي نعمل العيش الشامي المنفوخ او عيش الفران باسهل وابسط وانجح طريقه، وهيطلع ناجح معاكي من حتى لو انتي اول مره بتعمليه. وهقول لكم ازاي من نص كيلو دي عملت كميه العيش دي كلها، وهقول لك كمان ازاي تحفظيه في الفريزر من اسبوع للاسبوع. معايا كوبايه من اللبن. طبعا العيش الشامي بيتخبز بالميه، بس انا حبيت ان العيش بتاعي كده يكون غني، فضفت كوبايه من اللبن، عليها معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر، وقلبتهم مع بعض كويس لحد لما اختلطوا مع بعض. وبعدين ضفت عليهم نص كيلو من الدقيق. اديت بقى تقليبه الاول بالسباتيولا، وبعدين هكمل عجن يا اما بايدي يا اما بالعجان. اثناء ما انا بعجن بضيف الميه بتاعتي تدريجي. معايا كوبايه من الميه، ممكن ياخد اقل ياخد اكتر حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. انا هنا مستخدمه دقيق متعدد الاستخدام. اعجن بقى كويس، وبحط العجينه بتاعتي في بوله مدهونه بالزيت، وبدهن وش العجينه بالزيت واغطيها ببلاستيك راب او كيس بلاستيك. بتقعد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، حسب درجه الحراره عندك والجو عندك عامل ازاي. العجينه بتاعتي هنا بعد ما خمرت ناعمه جدا. نسيت اقول لكم العجينه بيكون فيها نسبه تلزيق، ما بتبقاش ناشفه عشان اللقمه معايا تبقى طريه. ببدأ ان انا بقى رشة خفيفة قوي من الدقيق، واقسم العجينة بتاعتي لنصين متساويين، وكل نص بعمله رول زي ما انتم شايفين. وابدأ ان انا اقسمه لكور صغيرة على قد حجم العيش اللي انا عايزاه. حابة العيش الصغير اللي هو زي بتاع الفول والطعمية اللي احنا بنجيبه، مفيش مشكلة. حابة ان انتي تكبري حجمه زي ما تحبي. ببدأ ان انا بقى اقطعه للكور الصغيرة اهي. طبعا انا بظبط حجم الكورة بالعين، تقدري ان انتي تعمليها على ميزان حسب المتوفر عندك. ابدأ ان انا اقرص بقى الكورة بتاعتي كده لحد لما يبقى سطحها ناعم زي ما انتوا شايفين. بكون مجهزة صينية عليها رشة من الدقيق، بقطع الكور واحطها عليها، واغطيها طبعا بكيس بلاستيك علشان العجينة ما تنشفش معايا وتفضل طرية كده ايه لحد لما اخلص شغل فيها. بسيبها لمدة 10 دقايق ترتاح. باخد بقى رشة من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وافرد عليها العيش. بفرده كويس. شايفين العيش معايا ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبفرده بيكون لا هو رفيع قوي ولا هو سميك، بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. يكون العيش سمكه كده ايه، يعني اقل من نص سنتي. شايفين كده معايا العيش هو لسه مخمرش ولا اي حاجه خالص. بكون مجهزه صينيه تانية عليها فوطه، بحط عليها العيش واغطيه بفوطه تانية، واسيبه بقى حوالي ربع ساعه او تلت ساعه حسب لما يخمر معايا. وشرط اساسي التخمير في المرحله ديت عشان العيش ينفخ معاكي. في طاسه بقى تكون سخنه على النار وما بتلزقش، ما بدهنهاش اي حاجه خالص، وبضيف عليها بحط فيها العيش. النار بتاعتي مش عاليه قوي ولا واطيه قوي، نار متوسطه قريبة للعالية. ببدأ بقى ان انا احط الرغيف، وبعدين بقلبه حوالي 4 مرات كده لحد لما بيبدأ ينفخ معايا. تاخدي بالك وانت بتقلبيه بالسباتيولا ان حرف السباتيولا ما يجرحش العيش، لانه لو الرغيف اتجرح مش هينفخ معاكي. قلبي بقى كويس 3 4 مرات كده اهوت. الرغيف نفخ معايا خالص، ياخد بقى ايه اللون الذهبي المحمر دوت. اهو بدأ هنا يلون العيش معايا. وتطلعيه تكوني مجهزة صينية عليها فوطة، وتغطيه كمان بفوطة علشان العيش يفضل طري معاكي. خلصي بقى الكمية كلها، ولما يبرد خالص تقدري ان انت تحفظيه في الفريزر، يقعد معاكي من الاسبوع للاسبوع. بتطلعي تسخنيه بيبقى كأنك لسه عاملاه بالظبط. شايفين العيش وجماله تحفة، وريحته تحفة جدا جدا، ما يفرقش عن الجاهز. بصوا العيش، الف هنا وشوفها على قلبكم. ولو وصلتم لهنا شكرا انكم بتتابعوني للاخر.